في المؤتمر الصحفي بعد لقاء الأهلي ويانج أفريكانز، يستروب تحدث عن أحداث المباراة، وحينما تم ذكر إمام عاشور في المؤتمر الصحفي، يستروب قال في المؤتمر الصحفي: إمام عاشور خارج الحسابات من الآن حتى تنتهي مدة العقوبة المفروضة عليه. بصراحة أنت كمشجع أهلاوي مع أم ضد إمام عاشور في اللي عمله؟ إمام مش تخلف عن التمرين، إمام ما سافرش أصلا مع الفريق، ودي النقطة اللي زعلت الكابتن خطيب. أنت بتعمل كده عشان عايزنا نزود لك عقدك؟ طيب مش هنزود لك عقدك وهننزل عليك عقوبة وغرامة، لأن الأهلي ما بيتلوش دراعه. وطبعا اللي حصل مع رمضان صبحي يا جماعة انتوا عارفين خير دليل. بس على الناحية التانية يا جماهير الأهلي عشان نكون صادقين برضو، إمام لاعب كبير ومن حقه يتراضى. على سبيل المثال يا أهلاوي اللي بتتفرج عليا دلوقتي، لو رحت اشتريت لعيب أجنبي، أي رقم هيقوله اللاعب الأجنبي الإدارة هتخلص فيه. طب ما كنت زودت إمام عاشور وعدلت له عقده وخلصت الحكاية. والسؤال هنا، هل وكيل إمام عاشور جايب عرض لإمام زي ما جاب لوسام أبو علي واللي بيحصل ده شغل تزهيق؟ يا ترى انتوا رأيكم ايه يا جماهير الأهلي؟ مين على حق؟ الكابتن خطيب على حق ولا إمام عاشور؟ اكتبوا تحت الفيديو في التعليقات.